مسؤوليه كامله. انا مفتش عام نحملكم مسؤوليه كامله ان شاء الله تحمل كل الدوله. تبا للفساد وتبا للفاسدين. تبا لعباس. لا تبا للترباس. تبا للترباس، تبا للفساد وتبا للفاسدين، وعاش العراق. اخرس. انت الاخرس. من مدير عام أصالة إلى حمال كلينس وعامل بالحي الصناعي وصباغ ونجار، هاي وضعيته، وحاليا محكوم غيابيا 7 سنوات. صار لي انا وزوجتي واطفالي السنه الرابعه، يعني في اسوأ الحال. زوجتي مريضه انهيار عصبي، ماجستير رياضيات، اطفالي السنه الرابعه بلا مدارس، انا حالتي صعبه. يعني مفتش عام، مؤلفاتي بالمكتبات، هذا المؤلف الاخير حتى يعني بالمكتبات مال الهيئات الدوليه العليا موجود. 32 سنه خدمتي. شنو تشتغل هسه؟ هسه اشتغل هاي، يعني انا جيت اختي طريق 8 ساعات من عرفت بيك هنا أنا. يعني اخر شيء يعني ننزل كنيكس من لوري يجي من المعمل ننزله للمخزن. حياكم الله بمهمة جديدة من اسطنبول. شرفني اليوم السيد عباس الأسدي من منطقة حدودية من تركيا، من سمع بيه موجود هنا في اسطنبول. مأساة حقيقة اللي راح يسمعوه راح يشوفوه، وحق الرد مكفول للجميع، وهو من يتحمل مسؤولية الكلام قانونيا. السيد عباس الأسدي مفتش عام ومدير عام أصالة بوزارة الهجرة والمهجرين، وزارة الصناعة، وهيئة نزاعات الملكية. كشف ملفات فساد بالمليارات، وحاول أن يقف بملفات فساد بالتريليونات، لكن هذه النتيجة الحتمية لكل شخص يتصدى لملفات الفساد في العراق. من مدير عام أصالة إلى حمال كلينس وعامل بالحي الصناعي وصباغ ونجار، هاي وضعيته، وحاليا محكوم غيابيا 7 سنوات. أهلا بكم في الجزء الأول من هذه المهمة، ولدينا أجزاء أخرى ورؤوس كبار. الله يكون بعونك. ربي يحفظك استاذ حيدر، وتحياتي لجنابك وشكرا على هذه الفرصه. الله يحفظك. استاذ، انت مفتش عام بأي وزاره؟ مفتش عام في وزاره الصناعه والمعادن، وايضا مفتش عام في وزاره الهجره والمهجرين، ومفتش عام في هيئه الدعاوى الملكيه. سويت مفتش عام اصاله. سويت اللي سويته هو يعني نفذت واجبي القانوني. زين. المفتش العام واجبه القانوني يكشف الفساد الاداري والمالي ويمنع هدر المال العام. زين. لكن وظيفتي صارت علي جحيم في هذه ال3 جهات. اكشف الفساد بدل ما هسه ما اكافئ، بدل ما تتخذ اجراءات بالملفات اللي اكشفها، فتصير الحاله عكسيه، ردات فعل انتقاميه من قبل الفاسدين، تحاك علي المؤامرات. اما ان انقل بدون سبب من الوزاره كما حصل بالصناعه، او ان اطرد من الوزاره كما حصل في وزاره الهجره والمهجرين، طردني الوزير. كشفت 22 ملف بالادله القاطعه ومقاطع الفيديو. ايش قد قيمه الملف هذا؟ هو في حينها كان مصروف فيه، لما كنت مصروف 2 تريليون و125 مليار و480 مليون. يعني شنو هاي 2 دينار عراقي؟ 2 تريليون يعني 2000 مليار؟ نعم، 2 تريليون دينار عراقي، يعني تقريبا يعني اقل من 2 مليار دولار. فانا الوزير يعني مجرد ما انا كشفت الفساد صارت رده فعل يعني، وطردنا للشارع، يعني اخذت تاكسي ورجعت للبيت. اكو فيديو بهذا الموضوع؟ اي نعم، في حينها احد المراجعين صور الفيديو، اجى الوزير. خلينا نشوف استاذ عباس، الاحبه الكرام، خلينا نشوف هذا الفيديو ونرجع لكم. شنو قضية؟ شنو قضية؟ هي سيارة. سيارة الوزارة مالته؟ اي مال يعني ايش 4 اشهر؟ ما انت استاذ عدنان 4 اشهر ليش صار لها عندي 4 اشهر؟ بيتي وانطيتك اياه اريده. بيتك؟ اي لا مو بيتك، بيت الشعب هذا. بيت الشعب، بس انت مو مال الشعب، انت مو يعني انت فكيت وخلص. لا ما فكيت. الامر استاذ حبيبي، الامر انت مو حبيبي. لا دقيق. الامر مسوي مزور.
من يوم مزور 24 مقعد هو 29. اي نعم الطابعيه كانت 29 مزور. هذا حملكم مسؤوليه كامله، انا مفتش عام نحملكم مسؤوليه كامله ان شاء الله تحمل كل الدول. تبا للفساد وتبا للفاسدين. تبا لعباس. لا تبا للترباس. تبا للترباس، تبا للفساد وتبا للفاسدين، وعاش العراق. اخرس. انت الاخرس. اذا الدوله قبلت بهذا الاجراء يعني راح تصير كارثه. اهلا بكم. هذا الوزير هسه خابص نفسه بزمن يا رئيس وزراء الدكتور حيدر العبادي كان. حيدر العبادي اللي سنضرب الفاسدين بيد من حديد. نعم. والمرجعيه وقفت وياه. اكيد هذا ملخ الوزير تمليخ او حاله لجان تحقيقيه او يعني سوى استبدال وزاري. شنو اللي صار؟ وين صادر؟ انا اللي حلت الى التحقيق، انا شكلت لجنه تحقيقيه. انت؟ اي نعم، ضدي في هيئه النزاهه، وكان التوجه الى اقالتي من منصبي. بعد هذا الفيديو؟ اي نعم. كيف تواجه وزير ومن هذا الكلام. ما انت كاشف تريليونين وما اعرف ايش قد فساد نعم بالوزاره. 22 ملف بالادله القاطعه ومقاطع الفيديو. اي وشنو صار لكن يعني؟ النتيجه قلت لك طردت من الوزاره، طردت يعني للشارع 62 يوم ما اداوم، فصارت انه اجبرت على تقديم اجازه. مين اجبرت؟ لمده سنه، توجه من رئيس الوزراء. زين. والاجازه طبعت في مكتب رئيس هيئه النزاهه. ودعا وقعها، قال لا مو بالاخضر، قلم ازرق، وقعتها وراحت الاجازه. وين نقلوك بعدها؟ نقلوني الى هيئه دعاوى الملكيه لغرض يمنحون الاجازه. الاجازه السنه. نعم. كملت الاجازه ورجعت باشرت كمفتش عام. ايش لقيت؟ والله المفتش عام يتلقى الاخبارات والشكاوى ويكشف فساد، فانا في هاي الفتره القليله يعني وصلتني معلومات واخبار انه يوجد فساد، وجتني الملفات زين القديمه. زين. ففساد غريب عجيب يعني. هي دعاوى الملكيه شو يسوون؟ دعاوى الملكيه واجبها تعوض المواطنين اللي صدرت عقاراتهم في زمن النظام السابق. حلو. فكانت تعطى تعويضات دون وجه حق. مليارات؟ مليارات، نعم مليارات. كان تخصيصاتها يعني مئات المليارات هاي الهيئة. شنو اكتشفت؟ من ضمن الملفات اللي وصلتني شفت هذه الهيئة كانت تنطي تعويضات دون وجه حق، ومثلا فلان يعوض مثلا 30 مليار. زين. لأن النظام السابق صادر أملاكه حسب قرار مجلس قيادة الثورة مرقم كذا سنة 75. زين. يعني بأحمد حسن بكر. تمام. يابا كمفتش عام يقول لهم يابا انطوني هذا القرار، يقولوا لا احنا الهيئه ممنوع تدقق علينا. زين من حاطين مفتش عام، فيتم العوده الى الوقائع العراقيه للاطلاع على رقم القرار وتاريخه، يطلع مال المعلمين، مال مكافآت وزاره التربيه، لا له علاقه بالمصادره ولا ابدا. دقيقه استاذ، هذا كلام مهم وخطر وهذا كارثه. مثبت يعني بوثائق هذا استاذ حيدر. يعني استاذ بس من رخصتك، يعني هيئه الدعاوى الملكيه تنطي مليارات للناس وفوق قانون يطلع مال مكافآت مال المعلمين والمدرسين؟ نعم وغيرها واكثر، وتنطي تعويضات لشخصيات معروفه راح اضطر مستقبلا اكشفها، لان الادله والوثائق كلها موجوده، والناس الشهود موجودين الشرفاء. زين. صار بعد هذا الموضوع؟ اللي صار يعني يتخذون اجراءات باللي جاي تسويه انت؟ استمر العداء. يعني اكتب كتب يعني الى كان في حينها يعني المجلس الاعلى لمكافحه الفساد، اضافه لهيئه النزاهه والجهات الرقابيه كلها. وماكو شيء ابدا. زين دقيقه، انت ليش انحكمت؟ غيرهم المفروض هم ينحكمون. انت هسه محكوم 7 سنوات غيابيا. هذا الحكم نعم الى انت اللي كنت تعوض؟ لا طبعا. انت اللي كنت تستورد السلات الغذائيه؟ هسه؟ لا طبعا. كان ليش انحكمت؟ الحكم القضائي 7 سنوات المحكوم حاليا هذا تم ارسالي الى دوره الدفاع الوطني بامر وزاري من رئيس هيئه دعاوى الملكيه بتوقيعه بالاحمر. اللي يعوضونه في قرار التربيه والتعليم. اللي قرر ارسالي الى الدوره، طبعا لها اوليات قانونيه هاي الدوره، قبولي ومشاركتي كلها بموجب القانون والاصول. انه شارك بهاي الدوره، ارسلوك بامر وزاري. بامر وزاري ونسخه لهيئه النزاهه. تمام، رحت باشرت؟ نفذت الامر والتحقت بالها، كملتها سنه كامله ورجعت. خرجت؟ امتياز. جيد. ورساله ومناقشه وكلها مثبته وتوقيع رئيس الوزراء. رجعت، مو اني يعني احنا مجموعه. هاي كليه دفاع وطني تقبل مدير عام فما فوق من المدنيين حسب القانون. زين.
العسكريين هسه ما لنا علاقه بهم، المدنيين انا مدني مدراء عامين وكلاء وزارات غيرهم. شنو صار استاذ؟ كملت الدوره ورجعت دا اباشر. شلون اروح للدوره؟ يابا افتهم الدوره ايش بيها؟ انا تخرجت وجيت، شنو ليش مسؤوليه مباشره يا رئيس الهيئه؟ يقولوا لي قبل شهر ونص الامانه العامه دازه كتاب مضمونه لا يجوز للمدراء العامين والدرجات العليا انه يشتركون زين انتم وياكم مدراء عامين؟ وياي مدراء عامين وياي درجات عليا ومستشارين كلهم مدير عام فما فوق. اتصلت بيهم يابا شنو هاي الخبر؟ قال ماكو شيء، كنا رجعنا كل من الوزاره وباشر. بس اني بقيت هاي الحاله يعني من الشهر الرابع 2019 لحد هاي الدقيقه لا قبلوا اباشر، لا ضافوا الشهاده، راتبي مقطوع صار لي 4 سنوات وانا اعتمادي الوحيد على الراتب. هسه انت محكوم 7 سنوات ليش؟ محكوم 7 سنوات. شلون تروح للدوره؟ لانه نعم سبب الدوره، لانه دائرتي نفسها اللي ارسلتني للدوره اشتكت عليك. اشتكت علي. انا كنت في علاج يعني ام الاولاد جبتها الى تركيا في حينها، فخابرني اخوي قال لي اجعلك القاء قبض للبيت، قطعت العلاج ورجعت لبغداد ودخلت للمحكمه، محكمه التحقيق. شنو يا سياده القاضي خير هذه؟ قال لي شكوى مال الدفاع الوطني. قلت له والله بردت قلبي عبالي فد شيء صاير. قلت له انطيته كل الاوليات، قلت له اذا لقيت مخالفه 1 بالمليار انا امامك. شنو صار؟ طلعني كفاله 25 مليون. ايه فرجعت اكمل علاجها وقاضي التحقيق يحيلني الى جنايات النزاهه على نفس الموضوع مال الدوره، ويحكموني سجن 7 سنوات غيابي ومصادره الاموال منقوله غير منقوله ونشر في الصحف والقاء قبض ومنع سفر. صار لي انا وزوجتي واطفالي السنه الرابعه يعني في اسوء الحال. زوجتي مريضه انهيار عصبي، ماجستير رياضيات، اطفالي السنه الرابعه بلا مدارس، اني حالتي صعبه. يعني مفتش عام مؤلفاتي بالمكتبات، هذا المؤلف الاخير حتى يعني بالمكتبات مال الهيئات الدوليه العليا موجود. 32 سنه خدمتي. شنو تشتغل هسه؟ هسه اشتغل هاي يعني انا جيت طريق 8 ساعات من عرفت بيك هنا. يعني اخر شيء يعني ننزل كنيكس من لوري يجي من المعمل ننزله للمخزن. قبلها كنت هاي مال تصليحات مال بيوت، قبلها هاي يعني تنقير مال، قبلها شد مال، لان ما اقدر اشتغل جوازي ساقط من العام، ما اقدر اجدده، ما يجددوا لي اياه لان علي نشر في كل الدوائر الرسميه والحكوميه. حتى جنسيتي ما يجددوها. يعني شو ورطك؟ ما قعدت وسكتت؟ هذا الكلام كثيرين قالوا لي، قالوا لي يا عباس اسكت نقلوكم من الصناعه لانه كنت واقف على تك رجل. بالهجره لا تحكي زين، شلون ما احكي وانا القى الفساد؟ من الهجره قالوا لي ايضا بالهذا ما اقدر استاذ فساد امامي. يعني احنا اهلنا ربونا على الاخلاق قبل الدين. صح من انا طفل يعني ملتزم الحمد لله اصلا، لكن هذا لله مو للانسان، كل من الله يحاسبه. لكنه يعني انا اشوف هاي الجهات ولا جهه ابدا تنصف هيك حاله. انا كنت جندي ادافع عن المال العام، جندي ادافع عن المال العام، واللي النهب واللي نتيجته اولادكم الان اللي ما لاقين شغل. انا ما اريد يحلون مشكلتي، اريد يشكلون لجنه فريق محايد للبحث عن الحقيقه. استاذ عباس هذا سمعتوا كلامه هسه، هذا الجزء الاول. الجزء الثاني راح نذكر به تفاصيل ادق، لكن دعوتي اني لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مو جاي تحارب فساد؟ روح كل احنا وياك تحارب فساد من صدق. هذا استاذ عباس تحدث بهذه الكوارث والمخازي. شلون تخلون واحد بعد يكافح فساد؟ انا شخصيا شلون راح اقدر احارب فساد وانا اشوف مدير عام ومفتش عام يحمل كلينس؟ عيب. شلون يصير له هسه؟ يعني مفتش عام مسحوا بيه القاع عذرا، انا ايش راح يسوون بيه غيري؟ يا اما انت فعلا تحارب الفساد، يا اما مثل دولة البعض والبعض قضاها علينا، وهاي تاليتها. حق الرد مكفول للجميع. اسمح لي ساعه تفضل. 30 ثانيه. حق الرد مكفول. انا مو بس حق الرد مكفول، انا اطالبهم انه يواجهوني. اكو شخصيات اذكرها اذا يواجهني وامام الناس بالاعلام،
ثانيا اي حل هسه اي حل يقول احنا سلطه تنفيذيه ما ندخل بالقضاء، سلم نفسك. انا سلم نفسي معناها انتحرت، معناها انتحرت. اعرف هاي قضايا على مود نفقه ردات فعل يعني شخصيه مو قانونيه ينقتل. انا بس ادخل جوز 3 دقائق يمكن انا لقيتها يمكن بالمي يسمموني. اضافه الى اني يعني مريض بالقلب عنده ارتجاف الاذين يعني بين فتره النبض يوصل فوق ال 200. انا اطب هالزنازين هاي جوا معناها انتهي. اطفال صغار ذول من لهم؟ وعلى شنو رايح للمحكمه؟ انا شنو علاقتي بالمحكمه؟ شنو اللي مسويه؟ شنو اللي مسوي؟ وليش محاكم نزاهه؟ هاي تختص بالفساد. انا كنت الزم الفاسد يعني صرت انا الطريده والفاسد صار الصياد ورايه. لا حول ولا قوه الا بالله. هسه والله داش الحج بس خجلان الدول راح تسمعنا. مو هذا عراقنا ومرقتنا على زياقنا، وانا ما مسوي شيء. لو مسوي شيء غصبا عني اتحاسب. اسال عني هاي كل موظفين سيرتي الوظيفيه ما يصير. نلتقي وياكم بالجزء الثاني من هذه المهمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم اخوان. هاي اليوم يعني وبالشافعات لقيت شغله ما شاء الله عماله، مع احترامي لهاي الشغله الشريفه، بس اني لانه كنت نزيه ومفتش عام كشفت الفساد وما قبلت المساومات وحارب من خلال القضاء والقضاء يحكمني. هاي القصه هي كثيره والقصه طويله وانا ما اريد اكرر. وبالغربه صار 3 سنوات ونص انا واطفالي، وبالقوه يلا اشتغل اقدر عماله اشتغل ويا الناس. هسه الخلفه قبل شويه يصيح علي هذا اللي ما اعرف في داخلي، قلت له انت ايش ما ادري الدنيا ايش بيها. فما اعرف ولا جهه يعني تنصف. انا ما عندي خلل. انا حتى قانون عفو ما اقبل. شنو قانون عفو؟ العفو يشمل المسيء والمجرم واللي مرتكب فعل يقولوا له عفينا عنك عن فعلك. انا ما مرتكب فعل، انا حتى العفو ما اقبله. انا هذا الحكم القضائي المفروض هذول القضاة والمشتكين كلهم ذول هم يحاسبون. ماكو شيء يعني. لا حول ولا قوة الا بالله. هاي اطفالي بالمدارس السنة الرابعة جاية واشتغل من 8:30 الصبح